قالت لي انا بعمل الكيك من غير ولا بيضه ولا حتى بق لبن او كاكاو. امال يعني هلاحق على طلبات العيال ازاي يا مدام شيماء؟ قلت لها لا، ده انا ما طلعت الساحره ولا حاجه بقى جنبك. عرفينا يا ام شمس يا اصيله الطريقه ازاي. قالت لي ولا حاجه، بجيب كوبايه ونص عليهم 4 معالق كبار دقيق، ولو ربنا كرمني وكان عندي شويه كاكاو بشيل ال4 معالق دقيق دول وابدلهم بالكاكاو. بنخلهم مع معلقه صغيره كيك شيف وذره ملح، وبعدين بنزل عليهم بكوبايه الا ربع سكر. لو كان الكيك ابيض بضطر استخدم سكر ابيض علشان ما يغمقليش الكيك، اما لو كان في كاكاو بقى بستخدم سكر التموين عادي. بحط كمان ظرف فانيليا عشان يدي نكهه حلوه، ما هو مش هيبقى من كله. خلصت المكونات الجافه كده يا مدام شيماء، ننزل بقى بالمكونات السائله. ربع كوبايه زيت بس من نوع نضيف، انا ما بستخسرش، لكن لو ضايفه كاكاو بستخسر واحط زيت تموين عادي، ما هو اصل الكاكاو هيغطي على الريحه. هنا بقى وده السر اللي هيخليها تنفش معاكي من غير بيض ولا اي حاجه، بضيف معلقه صغيره كربوناتو من بتاعه الطعميه دي، عارفاها؟ قلت لها طبعا، ومين ما يعرفهاش، كانت مفكراني من ايجيبت باين عليها. معلومه مهمه قوي لازم ناخد بالنا منها، البيكربوناتو او البيكنج صودا بتغمق قوي كيك الفانيليا، فيستحسن لو مش هنضيف كاكاو نستبدل معلقه البيكنج صودا دي بباكت كيك شيف. بحط عليها معلقه كبيره خل، ولازم تعمل تش كده والا هتكون مخزونه وفاسده. قلت لها وبعدين؟ قالت لي وبس كده يا ستي. اعجن بقى الدنيا دي كلها بكوبايه وربع ميه مغليه واقلب لحد ما الخليط يبقى بالشكل ده. انا بقى وبعد اذن الست ام شمس طبعا ضفت من وراها نقطتين لون كده يزهزهوا الكيك. المهم كملت كده كلام وقالت بنضف حروف الصينيه كده كويس يا مدام شيماء، عشان نفس ذات الصينيه اللي بعجن فيها هي اللي بدخلها الفرن. ما هو مش كتر مواعين، هو انا ناقصه؟ وهنا كنت حاسه انها نفسها تقول لي ما هو مش كفايه انتوا عليا، بس الست مؤدبه ومسكت نفسها. المهم بقى يا ولاد عشان ما اطولش عليكم، دخلنا الصينيه ساعه الا ربع بالظبط على فرن شغال مسبقا على 180 رف اوسط، وطلعت الكيكه الهشه المنوره اللي تجنن دي. اللي هو كده ولحد هنا صينيه الكيك دي اختراع في الصيام لحبايبنا المسيحيين وحبايبنا مرضى حساسيه الالبان والبيض، وكمان حبايبنا مرضى الاسعار اللي ولعت نار وما بقناش عارفين نروح منها فين ولا نيجي منين دي. بس انا بصراحه بقى ما سكتش، قلت والنبي لقعد الملكي في بيتهم وحولها لاحلى مسخسخه. استنيت لما بردت وقمت مغزغزاها كده بستيك من بتوع الشيش طاووق، وسقسقتها بشويه حليب ساقع. وعلى فكره ده اوبشن انتي مش محتاجه له اصلا، عشان الكيك لوحده طري ويجنن ويتاكل كده من غير اي حاجه. نخش بقى على الكريمه بتاعتي اللي هتنافسي بيها اشهر المحلات. باكيت كريم شانتيه بضيف له باكيت كريم كراميل، وانزل عليهم بنص كوبايه حليب متلج. ممكن تزوديهم شويه لو عايزاها سايبه شويه عندي، بس بصراحه ده قوام مثالي بالنسبه لي. حطيت الكريمه في كيس حلواني ووزعتها كده على وش الكيك بالشكل ده علشان تتوزع بالتساوي، وبعدها خططته بشوكه علشان صوص الكراميل الاقتصادي بتاعي يتوغل جواه. واعتمدوا طريقتي دي بقى في صوص الكراميل علشان تعملوا كراميل اقتصادي كريمي بانجح طريقه. كوبايه سكر، وسامحيني بقى يا ام شمس احنا هنا ما ينفعش نستخدم سكر التموين، لازم سكر ابيض ناعم كده عشان ينجح معانا. بسيب السكر على النار لحد ما يسيح ويتكرمل ولونه يبقى فاتح بالشكل ده، ما نغمقش اللون عشان ما يمررش. هنا بقى هضيف مكعب زبده، وبعد كده ننزل بكوبايه حليب دافيه مش ساقعه، وده عشان سببين: الاول علشان السكر ما يغلبناش على ما يسيح، وعشان كمان نتجنب البخار السخن قوي اللي ممكن يحرق ايدينا لا قدر الله. اول ما السكر يسيح خالص جوه اللبن بجيب معلقه نشا كبيره ممسوحه متدوبه يدوب في ربع كوبايه ميه، وانزل على الكراميل لحد ما يتكثف ويبقى بالشكل والقوام الحلو ده. كمية الصوص دي على فكرة كبيرة جدا، استعملي نصها على وش الكيك والنص التاني شيليه في سكويزر في التلاجة عشان نستخدمه في الايس كوفي او في الايس كريم او في اي حلويات تانية احنا عايزينها بعد كده. هستنى لما صوص الكراميل يبرد خالص، وبعدين هنزل بيه وهو بارد على وش الكريمة عشان ما يسيحهاش، واقطعها واقدمها. ودي بقى لحظة الحقيقة، حد يصدق ان الكيك الطري الهش اللي يجنن ده معمول بالامكانيات البسيطة دي؟ وهنا بقى انا عايزة ابعت رسالة لحد كتب لي تعليق سلبي على كيك الكابوتشينو ابو زيت وسكر التموين اللي فات، عشان انا نادرا ما بيجيلي تعليق سلبي، فالموضوع حازز في نفسيتي قوي. التعليق كان وبالنص كده: انتوا هتشتغلونا؟ انت عايزة تقنعينا ان بيتك بيدخلوا زيت ولا سكر تموين؟ انا عايزة ارد عليها هنا وبكل حب:
هو انا عشان ما بدخلش بيتي يبقى المفروض ما احسش باللي بيدخل بيوتهم؟ وليه احنا دايما بنربط الرضا بالموجود والاستفادة بيه بالمستوى الاجتماعي والغنى والفقر؟ عايزة اقولك ان في متعة غريبة ما بيحسهاش كل الناس للأسف، في انك تحسي بغيرك حتى لو انت مش في موقفه. عشان حتى لو ربنا مديكي مفيش حاجة هتبارك في اللي عندك وتزوده قد المحافظة على النعمة دي، سواء بشكرها أو تعليمها لغيرك. أتمنى لو الأفكار اللي قدمناها لكم أنا وأم شمس عجبتكم تعملوا لنا لايك وشير، وتسيبوا لنا كلمة جميلة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم منا كل جديد. أنا شيماء البهي.